قعدت شهور بسأل نفسي أنا ليه مش عارفة أبدأ لحد ما واجهت نفسي بست أسباب غيروا طريقتي تماما. وبصراحة أنا عشت نفس الإحساس ده وأنا بعمل الفيديو ده نفسه. أنت هنا مش بتأجل، أنت بتتجمد. والتجمد هنا مش معناه إنك واقف مكانك، ساعات بيبقى إنك بتعمل أي حاجة تانية ممكنة إلا الحاجة اللي أنت كنت ناوي تعملها. بس قبل ما نتكلم عن الحلول، محتاج تفهم ليه نفس النصيحة ممكن تنفع شخص وما تنفعش شخص تاني. في مجتمع ال ADHD بيسموا ده شلل البداية، إنك تكون شايف المهمة وعارف إنها مهمة بالنسبة لك وقاعد تفكر فيها طول الوقت وبرضه مش قادر تتحرك، وكأن في حاجة واقفة بينك وبين أول خطوة. وبيجي من أسباب مختلفة. خليك معايا. أول حاجة، دماغك مسحومة، في مشكلة هنا، في حاجة ناسيها هناك، وموضوع قلقان منه، وفكرة معلقة، كل ده جوه دماغك في نفس الوقت. والمخ في الحالة دي بيبقى زي الموبايل اللي فتحت عليه 30 تطبيق وبطئ، مش عطلان بس مرهق، عايز تبدأ بس مش عارف تبدأ منين. في قرارات، في خطوات، فالمهمة بتبان أكبر وأتقل من ما هي، والمخ بيقول دماغي مش رايقة دلوقتي. واحيانا ده بيحصل مع حاجات انت متحمس ليها فعلا، يعني مثلا اشتريت جهاز جديد وجيت تفتح العلبه وانت متحمس قوي، وفجاه لقيت ان انت لازم تقرا التعليمات، فرميت التعليمات وقفلت العلبه وقلت بعدين، مش فايق دلوقتي، لان مخك عارف انه ما عندوش مساحه دلوقتي لحاجه جديده. تاني حاجه ان جسمك مش مرتاح وانت مش واخد بالك. ناس كتير عندهم ADHD بيتأثروا بالبيئة حواليهم أكتر من غيرهم، زي مثلا الإضاءة، الضوضاء، الحر أو البرد، الفوضى، حتى الكرسي اللي انت قاعد عليه أو القماش اللي انت لابسه. غالبا مش بتحس بالسبب، كل اللي بتحس بيه مش قادر أركز. تالت حاجة، لما تكون محتاج طقس انتقالي، لقيت نفسك فجأة عايز ترتب الأوضة قبل ما تبدأ مع إنك أصلا مش بتحب الترتيب. ده ممكن يكون مخك بيحاول يخلق نظام براه علشان يحس بسيطرة على الفوضى اللي جواه. المخ أحيانا بيحتاج حاجة صغيرة تساعده ينتقل من حالة لحالة، زي مثلا ترتب المكتب، تعمل قهوة، تغير مكانك. الحاجة نفسها مش هي الهدف، هي بس بتساعدك تقلل المشتتات والحاجات اللي ممكن تقطع تركيزك وتجهز نفسك للبداية. رابع حاجة وهي إنه ممكن يكون عندك ذكريات مؤلمة وسيئة مع الدراسة أو الإنجاز. لو أنت صغير كنت دايما بتسمع ركز، أنت مهمل، أنت كسول، أنت مش بتحاول كفاية، ممكن مخك يكون ربط الدراسة والشغل بالتوتر والفشل. فلما تفتح كورس أنت متحمس ليه فعلا، تلاقي نفسك فجأة بتقاوم، أو متوتر، أو عندك رغبة إن أنت تعمل أي حاجة تانية، لأن جزء منك عايز يهرب من الألم ده. خامس حاجة هي إن أنت بتبقى محتاج دافع مش بس السبب. في ال ADHD معرفة إن الحاجة مهمة مش دايما بتبقى كفاية. المخ محتاج اهتمام، فضول، تحدي، وإحساس بالمعنى. علشان كده ممكن تقضي ساعات طويلة في حاجة حاسس إن ليها معنى، وتعجز إنك تبدأ حاجة تانية مهمة على الورق ولكنها فاضية من جوه. سادس حاجة، جسمك بيعالج المعلومات بطريقته. هل لاحظت قبل كده إن أنت ممكن تسمع معلومة جديدة أو معلومة مهمة وفجأة حسيت إن أنت لازم تقوم من مكانك، تقوم تتحرك، تمشي شوية؟ من بره بيبان كأنك بتهرب من المهمة، بس دي ممكن تكون الطريقة اللي مخك بيشتغل بيها. ناس كتير عندهم ADHD بيستوعبوا المعلومة أحسن لما جسمهم يتحرك، وفي ناس ما يقدروش يبدأوا إلا لما يبقوا تحت ضغط، لما الموعد يقرب جدا، ولما يبقى التسليم تاني يوم مثلا، وفجأة يلاقوا نفسهم اشتغلوا في ساعة قليلة جدا أكتر مما اشتغلوا في أيام أو أسابيع قبلها. وطبعا مش كل شخص بيأجل أو بيتجمد عنده ADHD. في ناس عندها قلق أو اكتئاب أو إرهاق نفسي أو تجارب صعبة قديمة، وفي ناس ما عندهاش ADHD أصلا وبتعيش نفس الإحساس لأسباب مختلفة. وكمان الشخص اللي عنده ADHD ممكن يكون عنده أكتر من سبب في نفس الوقت، وعشان كده فهم السبب أهم من البحث عن حل سريع، لأن مش كل الأسباب ليها نفس الحل. يمكن المشكلة مش في قوة إرادتك، يمكن أنت أصلا بتحاول تحل المشكلة الغلط. طيب، إيه الحل؟ لو دماغك فيها زحمة، اكتب كل اللي شاغل بالك على ورقة، أو ضيفه على التقويم في موبايلك وقول لنفسك هفكر في الموضوع ده بعدين، مش لازم أحله دلوقتي. ولو مش بتحب تكتب، سجل صوتك، سجل كل أفكارك، حتى لو كانت ملخبطة ومش منظمة. المهم إنك تفرغ الفوضى دي من دماغك وتطلعها بره. لما الفوضى تطلع بره، المخ بيلاقي مساحة يشتغل فيها. لو جسمك مش مرتاح أو محتاج طقس انتقال، ممكن تغير محيطك، أو تظبط الإضاءة، أو تعمل قهوة، أو ترتب مكتبك. الحاجات الصغيرة دي بتساعد مخك ينتقل من حالة الفوضى لحالة التركيز. لو عندك مقاومة عاطفية،
اسأل نفسك، أنا بقاوم الحاجة دي بسببها هي ولا بسبب تجربة قديمة مرتبطة بيها؟ لو محتاج دافع ممكن تربط المهام المملة والروتينية بحاجة بتحبها، بودكاست، موسيقى، أو أي حاجة عندك فضول تتعلمها وإنت بترتب البيت وإنت بتكوي الملابس وإنت بتلم الغسيل. ولما تبدأ حاجة حاسس إن هي كبيرة وتقيلة، يبقى صغر أول خطوة ممكنة. مش لازم تشتغل على المشروع كله، مش لازم الخطة كلها، الخطوة الأولى بس. لأن أحياناً الدافع مش بيجي قبل البداية، بيجي بعدها. وأهم حاجة إن إحنا ما نتوقعش من نفسنا إن إحنا نطلع نتيجة مثالية. بالمناسبة، فكرة القناة دي كانت في دماغي من شهور، بس بعد كده أجلتها، وكمان لقيت نفسي بلغيها ونسيتها خالص، لحد ما قررت إني أعمل خطوة واحدة صغيرة بس وأشوف إيه اللي هيحصل، والباقي جه بعد كده.